في رحلة البحث عن افضل قطعة برجر. وصلنا معلومات ان برجر كينج قال فعلا بيعمل برجر حلو، سواء بيف برجر او تشيكن برجر. صح يا ماما؟ انا عمري ما جربته، يعني بصوا 31 سنة وعمري ما جربته، لان انا من النادر ان انا اكل برجر بره. فاحنا طلبنا الوجبة اللي هي ب 350 جنيه، وطبعا لقيناهم لغوا الوجبات القديمة اللي هي كانت الوجبة ام 350 بتجيب كام سندوتش يا ماما؟ 6؟ لا ما عنديش فكرة عن الاسعار. فاكرة الوجبة اللي كان احمد ومحمد بيجيبوها عشان انا ما كنتش معاكم؟ برجر كينج؟ كانت الوجبة ب 350 كام سندوتش يا محمد؟ 350 6. ها؟ مش فاكر. 350 6. هي 350 بتجيب دلوقتي اربع حاجات، اربع سندوتشات معاهم. لا كانوا 6. لا ده 4. ما هو لقيته عامل اكس على العروض القديمه، قلت له ده ايه مفيش عروض؟ 350. ده اللي هو الفرايد اونيون رينجز، اللي هي البصل المفروض مقلي مقرمش. هو غامق ليه؟ مش ذهبي. البصل هو عامل زي ما يكون ده بصل، صح؟ ده البصل؟ عامل زي ما يكون مقلي في زيت غامق، يعني بصوا هو مش ذهبي، هو بني. انا هحكم على البرجر يعني، ومع الوجبه فيه اجنحه، الاجنحه ماشي لونها ذهبي بس طريه. انا محتاجه اسخنها تاني في الميكرويف. انا الفراخ تشيكن، معرفش ده يعني هو برجر ولا سندوتشات عاديه. اهو فراخ، ده فراخ صح، ومع عليها تشيز، عليها جبنه، وعليها مشروم صوص، عليها مشروم. وده البيف برجر اهو، ده كله عايزه ادخله في الميكرويف. ادي البيف برجر، 2 بيف برجر و2 تشيكن ساندويتش والاونيون رينجز والوينجز. وادي البطاطس. ايه ده البطاطس 2 باكت بس، 2 باكت بطاطس بس، مش المفروض 4. المفروض 4 والكاتشب. لا ده مش اللي جاب منه احمد. هو ما هو انت مش واخده بالك، هما لما جابوا كان قبل الزياده الاخيره. لا ده كان البرجر الواحد قبل ارتفاع الاسعار الاخير. احنا وصلنا للليفل اللي هو الاخير، فالاسعار زادت، فهو ده العرض اللي هم عاملينه. بجرب اللي هو اسمه ايه، الاونيون رينجز. بصوا هي طعمها عامل زي ما يكون عجينه قرنبيط مقليه، زي ما يكون عجينه مقليه. ما اعرفش ده ايه. ظهري بقى. ثواني اصورها لكم. شايفين شكلها كده؟ بصوا هي عامله زي ما يكون عجينه مقليه بس طعمها بصل. عارفين عجينه القرنبيط بس دي من غير خضره. دي الاجنحه. ايه ده؟ انا فكرته جناح. هو مش جناح اصلا. برضو عارفه ان هي عجينه مفرومه مع فراخ، عارفه كوكي اللي هي بتتقلي دي وجواها عيش. انا قمت بقى ايه على البار عشان اصور براحتي. كنا بنقول ان هو ايوه عليه دهن، عليه دهن، عشان كده بيدي ان هو طعم لحمه طبيعي، وهو مش لحمه طبيعي. هو للاسف انا جعانه فهضطر اكمل الوجبه، بس مش حلو. ده الفراخ اهو، برضو مش فراخ، هي بتبقى مفرومه برضو وداخل معاها اضافات تانية، ومفيش مشروم. الفراخ مش حلوه خالص، يعني انت عايز تجرب فراخ بلاش، يعني مش حلوه. يبقى رايح يجيب رز. في مشروم ولا في صوص مشروم؟ هي يعني عباره عن عجينه فراخ، يعني هي حسها فراخ معجونه مع حاجه تانية، عيش معجونه مع اضافات تانية، مش فراخ صراحه، اللي هي زي بنعملها في البيت بانيه. هي يعني شكلها من بره بانيه بس هي مش بانيه.